أهم 7 أعشاب بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الريحان بيكون فيه زيت عطري بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وبيساعد في تقليل التوتر عن طريق تقليل إنتاج هرمونات التوتر. وطريقة استعماله: نضيف ربع معلقة صغيرة ريحان على كوباية مية مغلية ونغطيها 5 دقايق ونصفيها ونشربها مرة في اليوم. الجينكا أو الجينكا بلوبا بتساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية وتحفيز الدورة الدموية، وبتحسن من حركة الدم للمخ، وبتساعد في حماية خلايا المخ وإصلاح تلف الأنسجة العصبية نتيجة قلة حركة الدم للمخ، وبتحمي الخلايا العصبية من المخ فتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وطريقة استعماله: نضيف ربع معلقة صغيرة على كوباية مية مغلية ونغطيها 5 دقايق ونصفيها ونشربها مرة في اليوم. الجينسينج مهم لتحسين التفكير وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وكمان مفيد في تقوية المناعة. وطريقة استعماله: نضيف ربع معلقة صغيرة من الجينسينج على كوباية مية ونشربها مرة في اليوم. الزعفران فيه عناصر غذائية مفيدة للجسم زي البوتاسيوم والحديد والفسفور، فيساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وطريقة استعماله: نضيف ربع معلقة صغيرة على كوباية مية مغلية ونغطيها 5 دقايق، وبعدها نشربه مع معلقة عسل أبيض ونستعملها مرة في اليوم. وممكن نضيفه على الأكل بس بكميات بتكون قليلة جدا. الكمون فيه زيوت بتحفز عمل الجهاز العصبي المركزي فتساعد في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة التركيز، وممكن نضيفه على الأكل أو نضيف ربع معلقة صغيرة على كوباية مية مغلية ونغطيها 5 دقايق ونصفيه ونشربه مرة في اليوم. الزعتر بيساعد في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة التركيز عشان بيسرع عملية استرجاع المعلومات المتخزنة في المخ، وبيسهل استيعاب وحفظ المعلومات، وبيقوي كمان الجهاز المناعي في الجسم. وطريقة استعماله: نضيف ربع معلقة صغيرة من الزعتر على كوباية مية مغلية ونغطيها 5 دقايق، وبعد كده نصفيه ونشربه مرة في اليوم. الزبيب مفيد في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة التركيز، وأنصحكم كل يوم ناكل معلقة كبيرة من الزبيب أو ممكن نضيفه على الأكل. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 7 أعشاب بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة نسبة التركيز بإذن الله.